وحنا يقين ديالنا صافي السيف صافي إذا الأول هذه البركة الحلاوة ومن بعد منا الكلمة ديال الأخ متصدق الاحتجاج على حقنا المسلوب. أنا متقاعد، خدمت في هذه الشركة من عام 1978 وخرجت تقاعد في 1914. حنا هاد الوقفات اللي كنديروا حنا على حق مسروق لينا. واحد الزياده عطاها لنا سيدنا نصره الله ديال 600 درهم، كنا كنخلصوا عليها ملي كنا خدامين ومعولين عليها نتخلصوا بها في التقاعد. ملي خرجنا تقاعد ما لقينا حتى شي حاجه. الوصي على القطاع حب وشطب كل شيء لينا، فلهذا حنا كنطالبوا بحقنا يرجع لينا وبلا ميتيال ترجع لينا. ونزيد نقول بان النهار اللي المرحوم الحسن الثاني نصره الله خطب بالمسيره اول عبد ربيه هو انا، تقدمت للمقاطعه وسجلت الاسم ديالي ومشيت كناضل على المسيره على الصحراء المغربيه، وحنا ولاد هذا الوطن. فكيف يعقل احنا مغاربه والسيد اللي واصي على القطاع سفرنا ودلنا رزقنا؟ فلهذا كنطالبوا الجهات الوصيه والمعنيه باش تدخل في هذا الامر وتشوف حل الحقوق ديالنا باش ترجع لينا. اللي كنطلب وهو من العامل ديال مدينه الدار البيضاء يتدخل، لانه حل المشكل ديال امانديس طنجه والحل ديال الدار البيضاء. حنا كنتمناو من الله سبحانه وتعالى باش يوصل لي هذا الصدى اللي حنا فيه ويوقف معنا كما وقف مع مدينه طنجه. اولا شكرا لكاب راديو المتتبعه لهذه الوقفه الاحتجاجيه، وقفه المتقاعدين من اجل ضياع حق وضياع مكتسبات. هذا الحق هو عدم احتساب زياده 2011 التي منحها صاحب الجلاله نصره الله سنه 2011، لم تحتسب للمتقاعدين في معاشهم التقاعدي. وبالإضافة إلى هذا الحق المسلوب عندنا تدني التعاضدية التي كانت في وضع جيد وتحولت إلى وضع أقل ما يقال عنها وضع سيء، بحكم أننا كانت لنا شمولية في التعويضات وفي التطبيب، إذا صح التعبير في مجانية التطبيب والأدوية. والآن انتقلنا من هذه المجانية ومن هذه التعويضات المفضلة إلى تعاضدية لا تلبي لنا الخدمات على أحسن ما يرام، وخصوصا في التعويضات بالمقارنة مع القطاعات التي تقتطعها، وهي قطاعات من بين القطاعات العالية في جميع المؤسسات، قطاعات كبيرة. والآن مع التقاعد ومع المعاش الذي نقتضيه معاش ضئيل وضعيف، بحيث أن أغلبية المتقاعدين الآن أصبحوا متضررين في جيوبهم، متضررين في معيشتهم، متضررين في صحتهم. نطلب من الجهات المعنية أن تدخل على هذا الخط وعلى هذا الملف لتسويته، وأن يكون على رأسهم ولي صاحب الجلالة على جهة الدار البيضاء السطاء، أن يدخل بحل منصف وعادل لهذه الفئة من فئة رعايا صاحب الجلالة. وبالمناسبة نهنئ صاحب الجلالة على عيد الشباب المقبل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. عبد الحميد البياز، متضرر وعضو في الجمعيات الثلاث. فالقضية ديالنا بالفعل والتي عرفها البادئ والغادي في المغرب، بل في
ربوع العالم. فالقضيه ديالنا هي الزياده اللي نعم بها لنا صاحب الجلاله نصر الله في ظل حكومه عباس الفاسي، وكانت تتقطع لنا اتوات على اساس ان نستافدوا منها في وعاء التقاعد، واستفدنا منها في صندوق، والصندوق المهم اللي هو CCR ما استفدناش منه. ذلك لان الشركه ديال ليديك سابقا اقول بتآمر مع النقابه اللي كانت تتمثلنا، كان تآمر إداري نقابي من أجل إحداث واحد الخانة اللي تنسميوها خانة السرقة اللي هي الخانة 105، وتم النصب علينا لأن هذه الخانة كانت مخصصة لاجون كونطابل بيور. تحدثت في 2002 وتحدات موازاة مع الزيادة اللي نعم بها لنا صاحب الجلالة، ولكن هذا الإحداث ديالها من أجل سرقة جيوبين، فلم تحتسب لنا في وعاء تقاعد CCR. ناضلنا زهاء 2 ونصف تقريبا، ولكن ما لقيناش اللي آذان صاغية اللي ترجع لنا الحقوق، ماشي من أجل الحوار ولكن من أجل الإرجاع للحقوق، لأن هذا حق مسروق. كاتبنا جميع المعنيين بالملف ديالنا بما فيها مديرية الوكالات، المديرية ديال المصلحة الدائمة، المدير ديال الشركة شركة ليداك سابقا، الولاية ديال الدار البيضاء والعمدة ديال الدار البيضاء، ولكن ما كانش تجاوب. صحيح أن الوالي الحالي السي المهدية وجد حل الإخوان ديالنا ديال تطوان حل، وبالتالي استافدوا من هذه الزيادة وخداوها عبر تخصيط. فاحنا نريد حلا كما وجدوا لإخواننا في طنجة. لا يعقل أن جميع الوكالات استافدوا من هذه الزيادة وتكون الدار البيضاء المحمدية الاستثناء. فنحن مصرون على انتزاع الحقوق ديالنا وما غاديش نتفاكوا حتى ناخذوا الحقوق ديالنا. وتحية للمنابر الإعلامية اللي تتغطي لنا الوقفات ديالنا. السلام عليكم.